السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقصة فتوح مع الأهلي مستمرة، وقصة فتوح لسه لحد دلوقتي ما انتهتش بنسبة 100% مع الزمالك. احنا يا جماعة عارفين، طلع كلام من كابتن أحمد سليمان ومن أعضاء في مجلس إدارة نادي الزمالك قالوا لك إن فتوح مكمل خلاص مع الزمالك، وبنسبة 99% زملكاوي بيقول لك خلاص وصلنا مع اتفاق مع فتوح وأنهينا كل حاجة. ولكن طلع جديد دلوقتي من الكابتن محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق وبرضه لاعب نادي الزمالك بتصريح خطير جدا، تصريح بيقلب كل موازين مفاوضات نادي الزمالك مع فتوح، انهاء صفقه فتوح والتجديد لفتوح. في تصريح خطير جدا صرح الكابتن محمد صلاح واكد، قال لك رسميا وعلى مسؤوليتي في تواصل شبه يومي من نجم النادي الاهلي لتحريض فتوح على الانتقال للنادي الاهلي، وبيقول لك ان اللعيبه في النادي الاهلي هو لعيب سابق بنادي الزمالك، لعيب سابق بنادي الزمالك، واللعيب وبيقول لك اللعيب هو اللي حرك امام عاشور. يعني بيقولها بطريقه غير مباشره كهربا، بس بالعقل والمنطق بيقول لك ده كهربا. انا نفسي افهم بس هو كهربا كاره الزمالك ليه كده؟ يعتبر الزمالك هو نجمك وايه وخلى الناس كلها تعرفك، في الاخر ايه غفلتنا ورحت الاهلي، وبعد كده حرضت امام عاشور وخليته يسيب الزمالك ويروح الاهلي، بعد كده ماشي على نفس النهج بتاع امام عاشور لكن مع فتوح. يا جماعه كده كتير، يا جماعه كده كتير يا كهربا، ويا ريت تحترم شويه. بس انت كنت بتلعب في نادي الزمالك والناس كانت بتحبك والكلام ده. نفسي افهم بس ليه كره نادي الزمالك ده؟ هو مش فاهم انا كهربا بيعمل ايه دلوقتي يا جماعه لازم الكابتن احمد سليمان وحسين لبيب يقعدوا مع احمد فتوح ويجردوا له النهارده قبل بكره، عشان انت كل ما بتاجل تخلي فرصه فتوح اكبر ان هو يروح الاهلي. فرجاء من كابتن احمد سليمان وكابتن حسين لبيب، الجماهير كلها متعشمه فيها ان هي تلحق تلم الدنيا في نادي الزمالك في اسرع وقت، تقعد مع فتوح وتجدد له باي طريقه، عشان يا جماعه كابتن محمد صلاح صرح قال لك ان كهربا على تواصل شبه يومي بيقعد يقول له بقى انت هتيجي تلعب في نادي مستقر، كاس عالم انديه كل سنه، بطوله افريقيا كل سنه، هتاخد دوري، هتقعد مع نادي مستقر والنادي هيدعمك اعلاميا وجماهيريا وكل حاجه. عكس الزمالك، كهربا ماسك فتوح كل يوم عمال ايه، يا ابني الاهلي احسن لك، يا ابني مش عارف الزمالك رايح في داهيه، يا ابني كذا يا ابني كذا. يا جماعه يا ريت رساله اخيره لكابتن احمد سليمان، انهاء تجديد فتوح في اقرب وقت ممكن، عشان ممكن فتوح الموضوع يكبر في دماغه ويقول لك لا اروح هناك. فانا كل اتمنى ان كابتن احمد سليمان ينهي صفقه فتوح في اقرب وقت ممكن. وهنتكلم دلوقتي عن مرتضى منصور. انا نسي بس مرتضى منصور مش بيحب الخير نادي الزمالك ليه؟ يعني انت ست مستشار مسكت نادي 11 سنه، عملت كل اللي انت عايزه في نادي الزمالك، يا عم مش هقول لك انت وحش ولا حلو، ليك اللي ليك وعليك اللي عليك. دلوقتي الاعضاء الجمعيه العموميه انتخب الكابتن حسين لبيب واكتسح الانتخابات قدام المرشح بتاعك اللي هو فاروق جعفر. فدلوقتي طلع الاعلامي هاني حتحوت بيقول لك ان مرتضى منصور بيقعد مع كل الناس اللي خسروا في انتخابات نادي الزمالك بقى ايه، من رئيس وامين صندوق واعضاء تحت السن واعضاء فوق السن والناس دي كلها، بيقول لك ان قاعد معاهم كلهم خليهم يرفعوا طعن على انتخابات نادي الزمالك وطعن بطلان انتخابات نادي الزمالك واعاده الانتخابات بسبب حسام المندوه امين الصندوق، اللي فيه حكم محكمه بابعاد حسام المندوه امين الصندوق عن انتخابات نادي الزمالك. وبيقول لك على الرغم من قرار المحكمه ولكن حسين لبيب اصر على وجود حسام المندوه مع ان في حكم محكمه باستبعاده، ولكن اصر في وجوده في القائمه بتاعته ونجح. وبيقول لك كده، بيقول لك بالمنظر يبقى الانتخابات دي باطله والقائمه الموحده ما ينفعش تكسب في انتخابات نادي الزمالك بسبب بطلان ترشيح امين الصندوق زي ما انا قلت لكم. وهاني حتحوت صرح ان مرتضى منصور بجهز ملف قوي للطعن على الانتخابات، وبيقول لك بنسبه كبيره الطريق رايح ان هم يوافقوا على الطعن ويعودوا انتخابات نادي الزمالك تاني. بس انا عندي سؤال صغير للمستشار مرتضى منصور، سيب بقى نادي الزمالك شويه. انا هو بقول لك انت خلاص قعدت 10 11 سنه عملت كل اللي انت عايزه من الزمالك بقى ايه، عملت الصفقات المضروبه والصفقات الكويسه، جبت بطولات وخسرت انت بطولات واللعيبه هربت في عصرك ان انت اقوى رئيس نادي والكلام ده. خلاص بعد اذنك الجمعيه العموميه والجماهير كلها التفوا حوالين حسين لبيب وكلهم واقفين معاه بيدعموه. خلاص بقى سيبنا بقى نشوف سيبنا نشوف مرحله جديده. حرام نشوف رئيس نادي غير مرتضى منصور. ده الانتخابات خلصت على خير وخلاص، الناس شغاله في كل الملفات، شغاله في تجديد فتوح يا رب تجمع على خير، وشغاله في حل القيد والحجز ورفع الحجز عن ارصده، والناس شغاله سيبها بقى تشتغل في حالها، سيبها تشتغل في هدوء، عشان انت بسبب الحاجات دي بتعمل شغل ممدوح عباس معاك. وساعتها كنت بتزعل وتقول لك ممدوح عباس بيحاربني، ممدوح عباس بيحاول يعجز نادي الزمالك. يبقى انت ولا ممدوح عباس وبتحب نادي الزمالك. رجاء من الوزير يخش ويوقف المحزنه ويرفض اي طعن يترفع عن انتخابات نادي الزمالك، عشان يا جماعه عايزين نشوف شويه استقرار في نادي الزمالك ونبدا نخطط للمرحله الجايه. بس كده يا جماعه، رجاء اخير من مرتضى منصور يبعد عن نادي الزمالك شويه بقى. خلاص كده انت 11 سنه زي ما قلت لك، خلاص الجماهير زهقت منك وكل الناس زهقت منك، فيا ريت تسيبنا نشوف المرحله الجديده مع كابتن حسين لبيب. اخر حاجه يا جماعه واخر موضوع، بيراميدز. وبيقول لك بيراميدز مهتميه بقوه بالتعاقد مع حارس نادي الزمالك محمد صبحي.
انا سمعت الخبر ده يا جماعه والله اتبسطت، سمعت الخبر ده بقيت فرحان وبقول يا رب يا رب الصفقه تكمل على خير. ده انتوا هتبقوا ريحتونا منه وانتوا لبستوه وهتندموا بعدين. يعني انا يا جماعه دلوقتي بتمنى ان اداره نادي الزمالك تسهل انتقال محمد صبحي للبيراميدز، اعملوا عليهم مصلحه، انتوا كده كده بيراميدز بتدفع كتير، اعملوا عليهم مصلحه وخدوا مثلا ايه 50 ولا 60 مليون وهم هيوافقوا. يعني ممكن يوافقوا عادي، بيراميدز ممكن تدفع اي فلوس تقول لك ايه انا خطفت حارس نادي الزمالك، خطفت مستقبل نادي الزمالك في حراسه المرمى، خدوه. اللي احنا مش عايزينه ده محمد صبحي كل ماتش لو ما عملش كارثه تحس ان هو خارج متضايق. والله يا جماعه ده محمد صبحي اصلا سجله في الكلين شيت راح في داهيه. يعني محمد صبحي بيقول لك لعب مش عارف 25 او 30 ماتش دخل فيه 30 جون او اكتر كمان من 30، يعني راح في داهيه، يعني هو اصلا حارس راح في داهيه. رجاء من كابتن حسين لبيب سهل الصفقه، قول لهم خدوه مش عايزينه، تطلع باي مصلحه منه واحنا مش عايزينه يا عم. كل جماهير الزمالك اصلا كان محمد صبحي، واول ما بينزل بتبقى حاطه دي على قلبها بتقول لك ايه الكارثه هيعملها امتى. بس كده يا جماعه بنختم الفيديو، اتمنى ان بيراميدز فعلا تاخد محمد صبحي وتريحنا منه، وان شاء الله ناخد الفلوس نجيب بيها حارس كويس او حارس ناشئ احسن من محمد صبحي، عشان ايه يبقى عندنا عواد. انا شايف عواد ان هو يستحق يبقى حارس اساسي الفتره الجايه، وتحاول تتصرف بالفلوس دي وتجيب اي حارس كويس يبقى عواد، والحارس انت تجيبه مثلا ايه يبقى حارس متوسط ومعاك حارس ناشئ، يبقى انت ريحت دماغك وخلصت محمد صبحي وطلعت مصلحه كبيره. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد يبقى تاني من مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.